قصة السيدة التي حملت من شخص ميت هي قصة مرعبة تم تداولها عبر الإنترنت. تتحدث القصة عن سيدة تدعى جينيفر بوروس، والتي كانت تعمل في مشرحة بولاية ميزوري في أمريكا. تميزت جينيفر بشخصية لطيفة وحنونة، وكانت تعمل بمفردها في المشرحة ليلاً. في إطار عملها في المشرحة، بدأت جينيفر تشعر بتجاذب جنسي تجاه أجساد الرجال الموجودة في المشرحة. بداية كانت هذه المشاعر تثير الرعب في نفسها، لكنها بدأت تصبح أمرا طبيعيا لها تدريجيا. ومع مرور الوقت تطورت هذه المشاعر إلى رغبة غريبة ومرعبة نحو الجثث الصنامة. في التاريخ تم توثيق حالات لممارسة الجنس مع الموت، سواء في سياق الحروب أو بوجود أشخاص يقتلون ضحاياهم ويمارسون الجنس معهم بعد وفاتهم، وحتى حالات تدنيس القبور الحديثة من قبل أشخاص يشعرون بجاذبية جنسية تجاه الجثث. وأشيرت الدراسات النفسية إلى أن السبب وراء ارتكاب بعض الأشخاص لهذا الفعل الشنيع هو البحث عن شيء غير قادر على الرفض أو المقاومة. على الرغم من هذه الظواهر المروعة، فإن قصة جينيفر بوروس تتجاوز حدود التصور. فبعد أن قامت بممارسة الجنس مع الجثث لفترة من الوقت، حملت بطفلها. وكانت الصدمة كبيرة عندما اكتشفت أنها حامل من رجل متوفى، وأن والدها للطفل هو الرجل العجوز الذي عملت على جثته في المشرحة قبل حملها. عندما لاحظت تغيرا غريبا في دورتها الشهرية، قامت جينيفر بشراء اختبار الحمل وتأجيل الاختبار لفترة من الوقت، لكن النتيجة كانت صادمة، فقد تبين أنها حامل فعلا. شعور الرعب سيطر عليها، وقررت الذهاب إلى صديقها الطبيب للتأكد. أجرى الطبيب اختبار حمل آخر، واعترفت جينيفر له بكل التفاصيل، بما في ذلك ممارسة الجنس مع جثث الأشخاص الميتين في المشرحة. على الفور أبلغ الطبيب الشرطة، وتم اعتقال جينيفر بتهمة الاعتداء الجنسي على جثث الأشخاص المتوفين. تم إصدار حكم بتغريمها مبلغا كبيرا وتعويض مالي قدره $250,000، ولكن تم خفض الكفالة إلى $5,000 فقط. وبسبب عدم وجود قوانين واضحة في الولايات المتحدة بشأن تلك الجرائم، خرجت جينيفر بعد دفع الكفالة، ولم يتم الكشف عن مصيرها بعد. إن تلك القصة المرعبة تطرح أسئلة كثيرة وتثير الرعب والدهشة لو كانت حقيقية. كيف سيكون شعور الطفل الذي ولد بهذه الطريقة الغريبة؟ هل سيكون له حق الميراث من والده الذي لم يعرف عنه شيء؟ وما هو المصير الذي ينتظر السيدة جينيفر بوروس بعد الإفراج عنها؟ هذه الأسئلة تبقى بدون إجابة، وتظل القصة مجرد خيال يتداوله الناس عبر الإنترنت.